جارتي البدوية قالت لي حطي ربطة بقدونس في شنطتك طول ما انتي بره البيت. بجد عمري ما تخيلت يطلع السر ان انا اجيب شوية بقدونس واحطهم كده في الشنطة، وانتي هتشوفي المعجزات، بجد هتشوفي المعجزات. عشان كده ارفعي الفيديو باللايك وكمان قلب احمر كده وحركة الاكسبلور علشان اي حد يستفيد معايا. هتجيبي كده ربطة من البقدونس وتبتدي ان انتي تغسليها كويس جدا بمية وخل زي ما انتي شايفة، تنقعيها كده. وعايزاكي بقى تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واحتفظي بالفيديو ده عندك عشان بجد هتدعيلي عليه. هتغسليها كده بشويه ميه وخل في طبق، ويعني تسيبيها منقوعه كده شويه لمده 10 دقايق عشان لو في بكتيريا في ميكروبات. لازم طبيعي ان انت تنضفي وتغسلي اي خضار او اي ورقيات عندك بالخل والميه. تمام، سيبيهم بقى كده شويه وبعد كده طلعيهم بقى على مناديل مطبخ ونشفيهم بالشكل ده. كده اتأكدت ان هي نضفت معايا خلاص، نشفيها كويس جدا. بعد كده بقى هتجيبي بقى يا ست الكل طبق او اي علبة عندك وتبتدي ان انتي تقصصيهم كده قطع صغيرة زي ما انتي شايفة. انا هستخدم المقص، مش عايزين اللي هما شوية اللي من فوق دول مش عايزينهم، انا عايزة الاطراف. ويفضل ان انتي تجيبيه كده فريش، ما يكونش متخزن عندك في التلاجة. تمام، فاعملي كمية صغيرة، ما تعمليش كمية كبيرة. قطعي كده قطع صغيرة زي ما انتي شايفة. وبعد كده بقى هتجيبي اي علبة صغيرة وحطي فيها بقى البقدونس بالشكل ده. قصقصيه بس كده حتت صغيرة، وخلي الورق يكون سليم كده زي ما انتي شايفة. تمام، هجيب بقى علبة. لو لسه مكملة معايا الفيديو يلا كده لايك حلو منك، وبجد الفكرة دي هتدعيلي عليها. وقوليلي بقى انت من انهي بلد بتشوفي معايا الفيديو النهاردة، وتعالي نكمل وصفتنا. هتجيبي بقى كده عليها ليمونة هتعصريها زي ما انت شايفة. لو ما بتحبيش الليمون قوي ممكن تحطي كده نص ليمونة اللي يريحك، بس يفضل ان انت تستخدمي ليمون كتير. وكمان هجيب معاها معلقة من الجنزبيل البودر، وده برضو بتجيبيه من عند العطار، بس انا هزود تاني نص ليمونة تاني عشان انا بحب طعم الليمون. وهزود عليها بقى معلقة كبيرة من الجنزبيل. ويا سلام بقى لو حطيتي معاهم برضو معلقة كبيرة من القرفة لو بتحبي القرفة. طيب احنا عملنا انا عايزة اقولك انت عملتي اقوى حاجة هتخليكي كده ماكينة حرق. طول ما انت مثلا في الشغل او بره، انت حطي العلبة دي عندك في شنطتك، طلعي خدي منها شوية طول اليوم.